السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو كيف نبني انضباط ذاتي قوي لا يتأثر بمزاجنا ومشاعرنا. تخيل معي أنك تستيقظ كل يوم وأنت تعرف بالضبط ما الذي ستفعله وتنفذه بغض النظر عن مزاجك. تخيل أنك تستطيع تحقيق أهدافك مهما كانت الظروف. هذا هو الانضباط الذاتي الحقيقي. كثير منا يعتقد أن الانضباط الذاتي هو قوة خارقة يمتلكها بعض الناس فقط، لكن الحقيقة أن الانضباط الذاتي هو مهارة يمكن تعلمها وتطويرها تماما مثل أي مهارة أخرى. أول خطوة في بناء الانضباط الذاتي هي فهم أن مشاعرنا ومزاجنا متغيرة بطبيعتها. لن تشعر بالحماس والنشاط كل يوم، وهذا أمر طبيعي تماما. السر هو أن تتعلم كيف تتصرف بشكل صحيح حتى عندما لا تشعر بالرغبة في ذلك. الخطوة الثانية هي وضع روتين يومي واضح. عندما يكون لديك جدول محدد لما ستفعله كل يوم، تصبح قراراتك تلقائية ولا تحتاج إلى مجهود إرادي كبير. مثلا، إذا جعلت القراءة جزءا من روتينك اليومي قبل النوم، ستجد نفسك تقرأ حتى في الأيام التي لا تشعر فيها بالرغبة في القراءة. النقطة المهمة الثالثة هي البدء بخطوات صغيرة. لا تحاول تغيير حياتك بالكامل في يوم واحد. ابدأ بعادة واحدة بسيطة والتزم بها لمدة شهر. عندما تتقنها، أضف عادة أخرى. التغيير التدريجي أكثر استدامة من التغيير المفاجئ. من الأمور المهمة أيضا هي تهيئة بيئتك للنجاح. إذا كنت تريد الاستيقاظ باكرا، ضع منبهك بعيدا عن سريرك. إذا كنت تريد تقليل وقت استخدام هاتفك، اجعله في غرفة أخرى أثناء العمل. البيئة المحيطة بك تؤثر بشكل كبير على سلوكك. نقطة مهمة جدا هي تطوير وعيك بأفكارك ومشاعرك. عندما تشعر بعدم الرغبة في فعل شيء ما، توقف لحظة وتساءل: هل هذا الشعور سيساعدني في تحقيق أهدافي؟ تذكر أن مشاعرك ليست حقائق مطلقة، وأنت لست مجبرا على الاستجابة لها. من الضروري أيضا أن تكون لديك أهداف واضحة ومحفزة. عندما تعرف لماذا تفعل ما تفعله، يصبح من السهل الاستمرار حتى عندما لا تشعر بالرغبة في ذلك. اكتب أهدافك وضعها في مكان تراه كل يوم. لا تنسى أهمية المكافآت الصغيرة. عندما تلتزم بخطتك رغم عدم رغبتك، كافئ نفسك بشيء إيجابي. المكافآت تساعد دماغك على ربط السلوك الإيجابي بالشعور الجيد. تذكر أن الفشل جزء طبيعي من الرحلة. لن تكون مثاليا دائما، وهذا أمر طبيعي. المهم هو كيف تتعامل مع الفشل. لا تجعل يوما سيئا يتحول إلى أسبوع سيء. عد إلى مسارك في اليوم التالي. من المهم أيضا أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين يدعمون أهدافك. البيئة الاجتماعية لها تأثير كبير على سلوكنا والتزامنا. ابحث عن أصدقاء يشاركونك نفس الأهداف والطموحات. راقب تقدمك وسجله. عندما ترى كيف تتحسن مع الوقت، سيزيد هذا من حماسك والتزامك. يمكنك استخدام تطبيقات تتبع العادات أو دفتر يومي بسيط. وأخيرا، كن صبورا مع نفسك. بناء انضباط ذاتي قوي يستغرق وقتا. لا تتوقع نتائج فورية، ولكن ثق أن كل خطوة صغيرة تقربك من هدفك. قبل أن أختم، أود أن أذكركم أن الانضباط الذاتي ليس هدفه تعذيب النفس، بل هو وسيلة لتحقيق حياة أفضل وأكثر إنتاجية وسعادة. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المحتوى المفيد. شاركوا تجاربكم في التعليقات، وأخبروني عن الطرق التي تساعدكم في الحفاظ على انضباطكم الذاتي. شكرا لكم على المشاهدة، وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.